الصف الثاني الإعدادي. منهج العلوم الترم الثاني. الحركة الدورية، الحركة الاهتزازية، الحركة الموجية. الوحدة الثانية الصوت والضوء، خصائص الموجات الصوتية، الطبيعة الموجية للضوء، انعكاس وانكسار الضوء. الوحدة الثالثة التكاثر في النبات والتكاثر في الإنسان. الحركة الدورية، الدرس الأول الحركة الاهتزازية، الدرس الثاني الحركة الموجية. الحركة الاهتزازية يوصف الجسم بأنه في حالة حركة عندما يتغير موضوعه بمرور الزمن. الحركة الدورية حركة تتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية. من أمثلة الحركة الدورية الحركة الاهتزازية والحركة الموجية. نكون بندول بسيط، هذا قلم وهذا مجرد خيط وفي آخره ثقل. يتحرك الجسم المهتز العملة المعدنية على جانبي موضع السكون، وتتكرر حركته بانتظام على فترات زمنية متساوية. مقدار إزاحة الجسم المهتز على جانبي موضع السكون يكون متساوي في كل دورة. تقل سرعة الجسم المهتز بالابتعاد عن موضع سكونه حتى تصل إلى صفر عند نقطة باء أو ج. احنا نعمل ايه؟ هنجيب قلم نحط فيه خيط وقطعة معدنية، وتبدأ تهتز الخيط ده يمينا ويسارا. الحركة التي يحدثها الجسم المهتز على جانبي موضع سكونه تتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية، تعرف باسم الحركة الاهتزازية. طاقة الحركة بتساوي نص الكتلة في مربع السرعة. دي طاقة الحركة. وطاقة الحركة البدنول تتناسب طرديا مع كتلته ومربع سرعته. الأمثلة: البندول البسيط، السلك الزنبركي، الأرجوحة المرجيحة، الوتر المشدود، الشوكة الرنانة. حركة لعبة النحلة حركة دورية غير اهتزازية، تعتبر حركة دورية لأنها تتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية، وليست حركة اهتزازية لأنها لا تتكرر على جانبي موضع السكون. حركة الشوكة الرنانة تعتبر حركة دورية اهتزازية لأنها تتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية على جانبي موضع السكون. تمثيل الحركة الاهتزازية بيانيا: ده زنبرك، ثبت قلم في ثقل ثم علق الثقل في أحد طرفي الزنبرك، علق الطرف الآخر للزنبرك في مسار التعليق، اجذب الثقل لأسفل. عملية إن احنا بنعمل زنبرك ونحط فيه ثقل ونسيبه ينزل لتحت. تمثل الحركة الاهتزازية بيانيا بمنحنى جيبي، حيث تعتبر حركة الثقل حركة توافقية بسيطة. دي الحركة هي، ده الزمن وده الإزاحة. تتناسب سرعة الجسم تناسب عكسي مع مقدار إزاحته بعيدا عن موضع السكون، أي أنه كلما اقترب الجسم المهتز من موضع سكونه قلت إزاحته وازدادت سرعته، والعكس صحيح. سعة الاهتزاز والاهتزازة الكاملة، هناك مفاهيم مرتبطة بالموضوع: سعة الاهتزازة والاهتزازة الكاملة والزمن الدوري والتردد. عند اهتزاز كرة البندول ذهابا وإيابا ناحية اليمين ناحية اليسار، يبدأ البندول في تكرار حركته مرة من ألف لباء ومن ألف لجيم. يكون قد صنع 4 إزاحات متتالية. الاهتزازة الكاملة الحركة التي يحدثها الجسم المهتز عندما يمر بنقطة ما في مسار حركته مرتين متتاليتين في اتجاه واحد. الاهتزازة الكاملة يمكن التعبير عنها بصورة ألف باء ألف جيم ألف. تتضمن الاهتزازة الكاملة 4 إزاحات متتالية. سعة الاهتزازة ربع الاهتزازة الكاملة. ومن الطاقة السابقة من العلاقة السابقة المسافة المقطوعة خلال الاهتزازة الكاملة 4 في سعة الاهتزاز. وده تمثيل بياني:
للمنحنى لتدريبات. التردد عند اهتزاز كرة بندول ذهاب وإياب، فإن عدد الاهتزازات الكاملة لاهتزاز البنزول في الثانية الواحدة يعرف بالتردد، أو عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم المهتز في الثانية الواحدة، يبقى عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالثانية ده التردد. الهرتز يكافئ اهتزاز على الثانية أو ذبذبة على الثانية. العالم الهولندي هيجن صمم الساعة البندولية اللي تعتمد على أن البندول يتذبذب بتردد ثابت مهما تغيرت سعة اهتزازاته. مضاعفات الهرتز الكيلو هرتز والميجا هرتز والجيجا هرتز.